اقتنص النادي الأهلي 3 نقاط مهمة على حساب بيراميدز المنافس القوي والعنيد له في الدوري في الموسم الحالي، حيث نجح الأهلي في تحقيق فوزا مهم يساوي 6 نقاط على فريق قوي وعنيد ب3 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في مؤجلات الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد القاهرة. شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز منافسة قوية بين لاعبي الفريقين على أرضية الملعب منذ الدقيقة الأولى، ونجح لاعب الأهلي في فرض السيطرة والاستحواذ على مجريات المباراة في الربع ساعة الأول من زمن المباراة. وبالفعل نجح لاعب الأهلي في ترجمة السيطرة والاستحواذ إلى تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب الفلسطيني مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي، ليضع النادي الأهلي في المقدمة بهدف أول. ومع مرور الوقت وبعد 8 دقائق نجح فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز من العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل من تمريرة طولية نجح في مراوغة رامي ربيعة ومراوغة الدفاع ليضعها في الشباك في مرمى الحارس محمد الشناوي. وفي شوط المباراة الثاني نجح محمد الشيبي في لعب كرة عرضية رائعة تمكن أحمد سامي مدافع بيراميدز من وضعها بالشباك في رأسية في مرمى محمد الشناوي ليتقدم بيراميدز بالهدف الثاني على الأهلي، قبل أن ينجح حسين الشحات في الحصول على ركلة جزاء يسددها اللاعب وسام أبو علي ليسجل الهدف الثاني له والثاني للأهلي وهدف التعادل في مرمى بيراميدز. ومع تغييرات وتعديلات مستر كولر المدير الفني للأهلي ونزول محمد مجدي أفشة الذي تمكن من العودة للفريق بالمباراة وتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 88 وقبل نهاية المباراة في وقتها الأصلي بدقيقتين، لينجح الأهلي في الفوز بالمباراة ويحصل على نقاط المباراة الثلاثة بحثا عن استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري في ظل الصراع المحتدم على قمة الدوري دوري نايل في الموسم الحالي بين الأهلي وبيراميدز، حيث يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني وله 4 مباريات مؤجلة عن فريق بيراميدز. في حال تحقيق الفوز في جميع المؤجلات يعود الأهلي لاحتلال صدارة الدوري، مما يصعب المهمة في مباراة العودة التي تجمع الأهلي وبيراميدز في الأسبوع المقبل. فهل ينجح بيراميدز في تعويض الخسارة في مباراة الأمس أم يكون للأهلي رأي آخر بعد أن نجح في إيقاف انتصارات بيراميدز بعد 14 فوز على التوالي في الدوري المصري؟ أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة إن أعجبكم الفيديو. الأهلي يوقف انتصارات بيراميدز، محمد مجدي أفشة بالتخصص يسجل هدف القاضية في الدقيقة 88. بيراميدز يخسر أول 3 نقاط له في مشواره نحو الفوز بلقب الدوري الأول له في الموسم الحالي أمام الأهلي.